السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد، فيديو خارج عن العادة، خارج عن نطاق القناة، خارج عن نطاق الأحداث اللي بتصير بالعادة، ولكن اليوم تجربة جديدة. رايحين نجرب أغلى وأرخص قهوة بفيينا. بنقول السلام عليكم، مرحبا، إذا نسلم على الناس. أهلين وعليكم السلام، يا أهلين يا هلا. شو خجلان. المهم لا بس في عنا بس كجدول صغير الفيديو حيكون حنروح بداية نجرب أرخص قهوة موجودة حنلاقيها بالوقت الحالي، وبعدها حنروح في بعض الكافيهات اللي عبالي والله أشوفهم في قهوة لازم نجربها، معروفة كتير بدنا الناس كلها بتعرفها. وآخر إشي بدنا نروح نجرب القهوة الغالي. هذا جدول بكل بساطة وبكل اختصار. يب. طيب يا جماعة الخير، في شغلة بس حبيت أفرجيكم إياها هون بالمحطة زي ما أنتم شايفين هون. أيوه هون هدول يلي بيشيكوا على التكتات وأنت طالع من القطار وما معك تكت، بيجوا يمسكوك هون على الباب. فإذا ما معك تكت تدفع مخالفة وقدروها يعني. لاحظت شغلة إنه كلهم ما شاء الله كلهم لابسين شرطات، فأي واحد لابس شرط بالقطار ابعد عنه يا زلمة. لا بعرفك في أحد تشتري التكتات. مبدئيا انا ما بعرف الفايتين، بس فوتنا ننزل على مكان غريب بس شكله مفترض يكون قهوة. وين ما اخذنا يا زلمة؟ والله شكله بده يدفعنا. اي والله. لا هي مراي. اسمع يا ولد، فكرت طريق اشطناك فضحنا. بسم الله هسه كافيه بس شفت على النت، ما جربت انا مرة. على الانستا شفتها بس. ايه مرة شفت، رحت هنيك بس ما جربت. هي شي بارد، صودا سيترون. ما في قهوة عندهم؟ او لا انا راح اخذ كيك. ما في عندهم قهوة ابدا؟ بلا يا قبل ما عليك العالم طالب، بس القهوة ما بتنحط على المينو. خلص المحلات تعمل معناها غصب عنها. ضروري يعني هيك على الاشياء هاي الغريبة وما فهمها منها شيء. صار لي 8-9 سنين بهالبلد وتعلم لغة مع هيك المينو تبعهم لهلا ما بفهم. يا دنيا طفيت الشمس يا ناس كترت دمعي. ايش بعرف اسوي؟ لا هاي القهوة اللي جت طلبنا منها الاثنين، الله يستر. بسم الله. طيب القهوة طيبة. انا اللي ما بحب القهوة بعرف ما بحبها، يعني بحبها انا. في قهوة بفيينا كثير حلوة. القهوة بفيينا بيعتنوا بالقهوة. حتى عندنا مثلا بالاوتيل الكيلو القهوة اللي نحن بنجيبه حقه 14 يورو، يلي ماكدونالدز ومو ماكدونالدز عشان ستاربكس اللي بيجيبوه حق الكيلو تبعه 2 يورو. بس القهوة موزونة صح، موزونة صح، يعني عارفين يقيسوا المي مع كمية القهوة مع الحليب. طيب قد ايه القهوة هون عشان نعرف؟ حطوا الفيديو يعني كده. بس لنفطر ما اعرف. مالك ما بتعرف؟ ما بركز. الله عليك ابن عز. ابوك كان اسمه عز؟ كان اسمه عز؟ لا بس في عالم بس كان يعز. اوكي. ما عزك ولا مرة؟ جانب المنام. سألتك بالله. طبعا
ان شاء الله جاب لنا. ايش كان اسمها مره ثانيه يا زلمه؟ خلاص كعكة الليمون. كعكة الليمون هنا. بسم الله. طيب يا جماعة الخير أنا ما بلبق لي الأشياء هاي. بسم الله. بدك تعرف شو حاطين عليها؟ له اسم شامي. فيها طعمة ليمون. انت بتتكلم جد؟ شايف العمر؟ ايش هذا الشيء الأصفر اللي عليها طيب؟ سكر؟ اوكي هلا اليوتيوب ولا لا؟ لا لا يوتيوب. كريات ليمون. كريات ليمون؟ مو؟ فستق؟ طعمتها ما لها علاقة بالليمون. قهوة 10 من 10. الكيكة طيبة. قلت لهم من امتى هذا المحل موجود؟ لا بما انك انت ما بتعرف المحل، بما انك هلا يعني رح فهمك كيف تتعلم اذا ما بتعرف تاريخ المحل كيف تحكي عن المحل. هاي شو مكتوب عليها؟ 1947 طبعا. 1900 ايه مظبوط. 1847 ولا. طيب خلاص ناكلها يعني. هي مكتوب عليها اسم المطعم، ما هذا باين عندكم ولكن مكتوب اسم المطعم والتاريخ تبع الانشاء. نحن حكيت لنا طبعا هاي اللي هيك ما اعطيتنا تقييمك. طيب ما حكيت لنا عن الصحن. بس ايش هذا اللي وقع عليه بونابرت؟ نابليون بونابرت. ايوه. بتاع الحمله الفرنسيه. ايوه. الله ساب الجيوش والمماليك والانجليز وقعد يمضي على اطباق. وين بدي اقرا؟ ارفع الصحن من تحت اشوف. باستا الاسماء ايش معناها؟ لا مش بافيت. يا وندربايت. مال ام الصحن. شو بدي اقرا؟ بعرفش اقرا مصة. عادوا عم بالله عليك. شوف حاطين لك اسم مطعم بالمصة اللي هو نفسه هون. ما بعرف اقرا مصة اللي هي جاستنا. ايش هي؟ ايش في شكرا؟ تحب تحكي؟ هذا الصحن مو ازاز، هذا الصحن بورسلان. اوكي صحن بورسلان. طب ما موقع عليه حدا يعني؟ ما حدا جاي موقع على الصحن شيء؟ ما كان فاضي انه كل يوم بهذا الوقت يجي. اوكي. كان عم يوقع صحون عادل امام. الله يرحمك عادل امام. تعرف انه تحت الاقامه الجبريه؟ ليش مات؟ قولوا له انفولو خلص ما. طيب هذا التقييم النهائي للمطعم. على المطعم بعده. طيب هذا التقييم النهائي للمطعم. على المطعم بعده. يا جماعة الخير طلعنا هلا من القهوة. الفاتورة طلعت تقريبا خلينا نقول 30 يورو، سعر كل شيء مع بعض خلينا نقول بهالحدود. هذا سعر القهوة
اللي جربناها بالوقت الحالي. هذا المحل بالعاده هي الكافيه بقينا ما بعرف اذا موجود بالصعيد الفيديو. بقينا ناخذ هو راس السنه يعني. عفوا عيد الميلاد بيكون على الديكور تبعه برا بابيون. ايش هو هذا؟ الله يرحم جدك بابيون. ايه المهم هلا بدنا نروح نجرب ثاني. نفكر كيف بدنا نروح فينستا كافيه وبعدين نروح او لا، بما انه رايحين هيك طريقنا الا ما لقينا شيء سوبر ماركت. بس دقيقة شوي للمعلومية انه فينستا كافيه نحن باول الشارع وهي فينستا كافيه باخر الشارع، يعني احنا لنوصل يعرفوا الشارع بس. لا هذا مش هذا مو شارع، ايش هذا ثلث الشارع. يعني هذا اللي مبين عليه هون هذا ثلث الشارع، مو ما علينا. لبين ما نوصل للفينستا كافيه في تقريبا 88,000 كافيه لبين ما نوصل لهنا. لا ما بدي اجربهم كلهم، المفترض نجرب تنتين. نجرب تنتين؟ اي على اساس اغلى وارخص. اي هيك مفترض. هلا بدأنا الاغلى فعليا. حق فنجان القهوه هون مطرح ما كنا تقريبا 9 وشوي، 9 يورو وشوي تقريبا. هون في اغلى ما في. هذا اغلى قهوه بفيينا. فينستا كافيه يعني قهوه الشباك. المقهى اللي بتروح انت على الشباك هي زن؟ هي مو هي شفتوا الدكان، شفتوا دكانة المدرسة يلي كانت بقلب المدرسة يكون في شباك والآذن هو اللي بيكون مستثمرها. ايه نفس حكايتها، شباك بتمد ايدك بياخذ منك مصاري بيعطيك فنجان قهوة بتضلك ماشي. بس فنجان القهوة تبعه غير له لمسته الخاصة. يا جماعة الخير هي عندنا المحكوم بالإعدام. فايتين على المحل هنا بس عشان ناخذنا شويه هوايات باردين، لاني برا الجو ضغط. زين تعال في شغلات كنستاك بالله البس الشرط يا ما يا حمار من نفس الماركه. بالله البس الشرط يطلع محكوم بالاعدام من فوق تحت. على فكره الكنزه اللي جاب قويتها كان في فوق نفس هيك كنزة. اما هيك هلا صاروا طقمه. بسم الله. احد الطرق الغريبه في فيينا. اوكي هلا هذول الناس اللي برفعوا الضغط انا فيهم. طبعا هذا هون مطعم يوناني. ولبنان رح يرجع والحج ما بيموت. بس شوف يعني هلا الخليجيه عرفانين نحن وين رايحين؟ بالكافيه فينستا قبلك. طبعا هلا انا بعرفها بس ما جربتها ولا مره. اهل الخليج كلهم بيجوا لهون بيشربوا القهوه هاي. طبعا اللي ما بيعرف هاي قهوه بتوقف عند الشباك زي هذاك الشاب اللي هنيك، زي الشاب اللي هناك توقف عند الشباك تاخذ القهوه وتضلك ماشي. طبعا هلا بتعرفوا ليش مشهوره جدا. حلو. هاي القهوة طلع سعرها 13. القهوة اللي كنا نجربيها من شوي كان سعرها 10 أظن ولا شيء زي هيك، 9 ولا 10. Or like this. Thank you. Thank you so much. ها هي يا جماعة الخير. بسم الله. والله ما عارف كيف بدي أشربها. اقرب حاويه وين؟ اقرب حاويه وين يا زلمه؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ انتوا بتشربونا ايه يا جدعان؟ لا اشربها تشربها دافع. طبعا بدي اشربها 13 يورو بس جسمي حاوي صار. هذا الشيء اللي بقول لك مش دائما الشيء الغالي هو الشيء الكويس ابدا. يعني هيك اخذنا حكمه يا زلمه الفيديو. ايش الحكمه اللي اخذناها من الفيديو يا زلمه؟ انت ايش الحكمه بعرفها من قبل. تعرفها ما شاء الله. اشك انا مجرب، لو ماني مجرب انا مو مجرب. بقول لحالي ليش لازم ما بده قهوه؟ لا انا مو مجرب هاي القهوه، انا مجرب القهوه الظريفه. انا بعرف وين القهوه الظريفه، مثل المكان اللي كنا فيه. ايه في اماكن ثانيه بدك اماكن ظريفه في. والله القهوه اظن القهوه اللي من السوبر ماركت اطيب منها. والله يا جماعه سيئة، انا عم بشربها بس عشان اخلصها بسرعه لاني ما بدي ارجع اعيش الطعمه هاي مره ثانيه. ما بدي ارجع اجرب الطعمه بعد نص ساعه. تمام يعني كالعاده بفيينا بكل
كم متر يعني الواحد بيلاقي فعالية جديدة. مشكلة لابس أبيض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المفترض تكون القهوة الرخيصة الموجودة بالسوبر ماركت. هاي بيورو 69 كلهم، هاي بيورو 29، هاي أرخص. هاي مو قهوة. إلا تي ماكياتو. هاي قهوة؟ إيه هاي كابتشينو ماكياتو. هنا ماكياتو. بسم الله. هاي القهوة الرخيصة. يا جماعة الخير، قبل ما تفتحها المفترض أنت تفرجها مظبوط مشان تختلط، لأنه بيكون إيش؟ مصفي القهوة لحاله والحليب لحاله. حكيت لك انا خبره فيهم هدول، ليش؟ كل يوم بشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو سكر محطوط مع شويه هيك قهوه وحليب، حرفيا كلها سكر. والله هو اللي بشتريه بالعاده من ماركه ثانيه اطيب من هاي، بس ستيل كلياتها نفس المستوى، يعني نفس الليفل، ولكن اطيب ب 100 مره من القهوه من 13 يورو، ومش اطيب ابدا من القهوه اللي دقناها في الكافيه. بما ان احنا بعدنا ما انهينا فيديو، فيا زلمه قلت لي تحب تحكي شيء للناس؟ مثل ما قال يزان كمان، انا هيك كمان بحكي لكم ونشوفكم ان شاء الله. فيديو الرخر. فيديو اخر قصده. لا الرخر انا شامل. شامل. نشوفكم ان شاء الله فيديو قادم، فلا تنسى يا حبيبي انت وياه الاشتراك والشير واللايكات والحركات والحبشتكات دي. الله يرحم جدك، الله يرحمه، وسلام عليكم.